إدارة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي والإدارة الفنية أتمنى يكونوا مبسوطين طبعا من المنظر اللي احنا شفناه في ماتش طلائع الجيش يعني. ما تقوليش بقى أرضية ملعب. ما تقوليش أي مبررات لأن أنا مش هبقى يعني أنا مش هكون قابل أي مبرر يعني أنا عن نفسي مش قابل أي مبرر. أنا بتكلم عن نفسي يعني. أنا مش هبقى قابل أي مبرر وأنا عمري ما اتكلمت بلسان حد قبل كده. أنا كل الكلام اللي أنا بطلع أقوله هو كلام نابع عن شخص أو عن مشجع أهلاوي، شخص محب للنادي الأهلي وبيشجع النادي الأهلي، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني أو هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرج عليها وبكون مستمتع. دعمنا دعمنا الإدارة، دعمنا اللاعبين، شفنا تخاذل، قلنا هنفضل ندعم لأن الناس دي بتلعب باسم الكيان. برضو الناس دي خذلتنا، قلنا ما عندناش مشكلة. الناس دي بتلعب باسم كيان النادي الأهلي، منظومة كبيرة، مؤسسة كبيرة معروفة طبعا على مستوى العالم. كنت ممكن تطلع في بداية الميركات الشتوي وتقول محدش ينتظر مني أي بطولة أو ينتظر إن أنا هنافس على أي بطولة كإدارة نادي أهلي، يعني تطلع تخاطب الجمهور أو تنزل بيان تقول محدش ينتظر مني إني أنافس على بطولة السنة دي خالص. كان ممكن ساعتها الوضع يبقى مقبول أكتر من اللي إحنا شايفينه دلوقتي. على الأقل لما يكون في إخفاقات أو يكون في مثلا هزيمة هتقبلها، لأن أنت هتبدأ تعمل يعني تبدأ تفرمط اللعيبة أو تبدأ تعمل إعادة هيكلة لقطاع الكورة كله في النادي الأهلي. كنت هبدأ أفهم حاجة زي كده أو هفهم حاجة زي كده، يعني إن أنت بتوصل لي المعلومة دي علشان ما اتكلمش، أو عشان مثلا ما أقولش، أو عشان ما أكونش مستني على الأقل حاجة منك كإدارة. هبقى مديلك عذرك لان انت طلعت في اول الموسم قلت لي ان انا هبدأ اعمل اعادة هيكلة للفريق عشان ابدأ انافس حتى لو ما كنتش اشارك في افريقيا. كانش عندي مشكلة على فكرة، انا واحد بتكلم عن نفسي. لما كنتش العب في افريقيا ما كانش عندي مشكلة، لما كنتش اشارك يعني. بس ما علينا يعني. المفروض دلوقتي ايه اللي يحصل؟ انا واحد من الناس المفروض ايه اللي يحصل؟ انا للاسف شديد جدا ما عنديش اي دعم للعيبة دي، ما عنديش اي دعم للعيبة دي ولا للإدارة دي. ما عنديش ليهم أي دعم. الدعم بتاعي الوحيد هو للأهلي فقط لا غير. الناس دي بتلعب باسم الأهلي، الناس دي إداريين في نادي الأهلي، مفيش مشكلة. بس للأسف الشديد، مع كامل الأسف، إن أنا ما عنديش أي دوافع تخليني أكون واقف في ظهر الناس دي إطلاقا. وكفاية لحد كده، كفاية بقى، كفاية ظلم، كفاية ظلم. مشيتوا ناشئين ومشيتوا لعيبة كانت هي الأحق وهي الأصلح إنها تبقى موجودة في النادي الأهلي. كفاية لحد كده.